السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. سلسلة الريدمي نوت 12 تدخل رسميا للسوق العراقي بجهاز الريدمي نوت 12 العادي والبرو، واللي يسأل عن نسخة البرو بلس فهي راح تنزل خلال الأيام القادمة. راح نتكلم عن الجهازين من ناحية المواصفات عامة والسعر. خليكم من المقطع إن شاء الله تستفادوا. طبعا جهاز الريدمي نوت 12 برو راح يجي بوزن 187 جرام مع سماكة 8 ملم، واما النسخة العادية راح تجي بوزن 183.5 جرام مع سماكة 7.9 ملم، واثنينها مقاومات لرذاذ الهواء من الغبار بمعيار اي بي 53. الشاشات البرو راح تجيب شاشة او ال اي دي تدعم ال 1 بليون كلر وال 120 هرتز والدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. انارتها توصل ل 900 شمعة وحجمها 66 انش، ودقتها الفول اتش دي بلس، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس للجيل الخامس. شاشة خط اول وما راح تلقى مثيل إلها بهاي الفئة السعرية. أما العادي فراح يجيب شاشة أيضا أموليد 120 هرتز، راح يدعم إنارة توصل لحد 1200 نتس وحجمها 66 إنش، ودقتها الفول اتش دي بلس، وكذلك البكسلات 395 بكسل لكل إنش، وعليها جوريلا جلاس 3. فهاي ملخص الشاشات للجهازين. أما إذا تكلمنا عن العتاد الصلب، فجهاز البرو راح يجي بالميو اي 14 كواجهة ومعالج دايمنسيتي 1080 بدقة تصنيع 6 نانومتر. راح يجي بكورين رئيسيات 2.6 جيجا هرتز قويات جدا. كذلك الجهاز راح يجي بمعالج المالي جي 68 ام سي 4، يعتبر معالج جدا ممتاز من الأقوى بالفئة السعرية. أما نسخة الفور جي من الريدمي نوت 12 العادي فراح تجي بمعالج 685 من كوالكوم، معالج فئة اقتصادية ممتاز بدقة تصنيع 6 نانومتر. كذلك إذا تكلمنا عن الذاكرة والرام فراح يجيب رام 8 ومساحة 256 جيجا بايت لنسخة البرو، وتتعدد الخيارات في نسخة العادي، وكلاهما راح يكون من نوع اليو اف اس 2.2 والال بي دي دي ار 4 اكس. الكاميرات الرئيسي راح يجي جهاز برو بكاميرا 50 ميجا بكسل تدعم التثبيت البصري ال OIS، وعندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وعندك كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، ويصور 4K مع 30 اطهار بالثانية. اما العادي فراح يجي ايضا بكاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل فتحتها 1.8 طبعا غير داعم للتثبيت البصري، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. الجهاز راح يصور مقاطع 1080 مع 30 اطار بالثانية. الكاميرا الأساسية للبرو راح تجيب كاميرا 16 ميجا بكسل وتدعم ال HDR وتصور 1080 مع 60 إطار بالثانية. أما النسخة العادية فراح تجيب كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل تدعم ال 1080 مع 30 إطار بالثانية. البرو راح يجي مع سماعات ستيريو سبيكر، أما العادي فمع سماعات مونو. الجهازين داعمات لمنفذ 3.5 ملم من السماعات. كذلك الواي فاي هو 6 الأحدث، والبلوتوث 5.2، وايضا الجهاز راح يجي ببصمة جانبية سريعة جدا. اما من ناحية البطارية فجهاز البرو والعادي اثنين راح يشتركون ببطارية 5000 ملي امبير. اما البرو فراح يجي بشاحن سريع 67 واط، ولا 50% من البطارية خلال ربع ساعة بس. اما العادي فراح يجي بطارية شحن 33 واط. اعطونا رأيكم بالجهازين. حاليا راح نتكلم عن الأسعار. البرو راح يجي بسعر $269، أما النسخة العادية فراح تجي بسعر $169. أسعار منافسة جدا بهاي الفئة السعرية وما راح تلقاها مثيل حاليا. اعطونا رأيكم بالتعليقات، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نلتقي فيديو قادم.